السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل المتابعين الأوفياء داخل المغرب وخارجه. أعيدكم مبارك سعيد، وتحية كبيرة لكل واحد كيدعم القناة بالتفاعل والتعليق والمشاركة. اليوم غنهضروا على موضوع خلق نقاش كبير وسط الجماهير المغربية، وخلى بزاف ديال الناس يعاودوا يفكروا بطريقة مختلفة في المستقبل ديال المنتخب المغربي. الناس كاملين تعودوا ان اي لائحه كتخرج للمنتخب الوطني كتكون واضحه تقريبا، كتعرف شكون غادي يكون حاضر وشكون غادي يغيب. ولكن هاد المره الامور تبدلات بشكل كبير. محمد وهبي دار واحد الحاجه اللي يمكن نسميوها زلزال كروي صغير، لانه قدر يخلق حاله من الشك والحيره وحتى المنافسه الحقيقيه بين اللاعبين. اللي خاص الجمهور يفهموا هو ان هذا التجمع ماشي لائحه نهائيه ديال كاس العالم، وماشي حتى رساله بان اللاعبين المعروفين خرجوا من الحسابات. بالعكس تماما، الاسماء الكبيره عندها مكانتها. لاعبين بحال اشرف حكيمي، نصير المزراوي، ياسين بونو، ابراهيم دياز، عز الدين أناحي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، هادو عناصر رسخت مكانتها بالفعل وما محتاجاش تثبت راسها كل مره. ولكن شنو دار محمد وهبي؟ ببساطة فتح الباب أمام جيل جديد، وأمام لاعبين كانوا قريبين من المنتخب ولكن مازال ما ضمنوش التذكرة الرسمية، وكأن المدرب كيقول لهم هذه فرصتكم الأخيرة باش تقنعوني. هذه الفكرة هي اللي خلات المعسكر الحالي يشبه واحد المباراة المفتوحة، أو بحال دورة استدراكية كبيرة اللي فيها اللاعب خاصو يربح مكانته بالعرق ماشي بالاسم فقط. في الماضي كان المنتخب كيعاني في بعض المراكز خصوصا وسط الميدان، كنا كنشوفوا نفس الأسماء كتدور ونفس الحلول كتعاد. أما اليوم الوضع تبدل بشكل كامل، ولات عندك وفرة غير مسبوقة لدرجة أن أي لاعب كيحس أن بلاصتو ما بقاتش مضمونة. خذ مثال وسط الميدان، كاين بوعدي اللي بان كلاعب عنده شخصية كبيرة رغم السن الصغير، لاعب قادر يربح المساحات وينقل الكرة بسرعة كبيرة من الدفاع للهجوم. وكاين العناوي اللي عنده قوة بدنية وحضور تكتيكي مهم وكيعطي توازن للفريق. وزيد عليهم عمران اللوزة اللي رجع بمستوى قوي، وسفيان المرابط اللي رغم الانتقادات باقي محافظ على شخصية المقاتل داخل الملعب. لكن المفاجأة اللي خلات الناس كاملين يهضروا هي ظهور أسماء جديدة بحال سفيان الفوزي، لاعب قليل اللي كان كيهضر عليه، لكن داخل الكواليس كاين كلام كبير عليه. لاعب عنده أسلوب عنيف شوية في الضغط، سريع في التحولات وما كيخافش يدخل في الالتحامات. النوع ديال اللاعبين اللي كيحبهم أي مدرب باغي يبني فريق شرس تكتيكيا. ومن هنا بدات الأسئلة الحقيقية. واش بعض الأسماء القديمة بدات تفقد مكانتها؟ واش المنتخب داخل على مرحلة تغيير تدريجي؟ واش محمد وهبي باغي يبني منتخب مختلف تماما في الطريقة والأسلوب؟ الحقيقة أن المدرب واضح أنه باغي يخلق فريق ما يعتمدش فقط على الموهبة، ولكن حتى على الجاهزية والسرعة والالتزام التكتيكي. يعني اللاعب اللي غادي يمشي بعيد ماشي ضروري يكون أشهر واحد، ولكن اللي يقدر يخدم الخطة بشكل أفضل. هذا التغيير باين حتى في الأطراف. في الجهة اليسرى مثلا الزلزولي دار موسم استثنائي، ولكن رغم ذلك المنافسة بقات مفتوحة. بوفال رجع بعقلية مختلفة، وكأنه عارف أن هذه يمكن تكون آخر فرصة كبيرة في المسيرة ديالو. وحتى بعض الأسماء الشابة بدأت كتفرض حضورها بقوة. أما في الجهة اليمنى فالصراع حتى هو قوي بزاف. حكيمي طبعا خارج أي نقاش، لكن من وراه كاين لاعبين كتار كيبغيو يربحوا ثقة الطاقم التقني، وكل واحد عنده خصائص مختلفة. اللي مميز في هذه المرحلة هو أن المنتخب المغربي ولا عنده مشكل إيجابي. زمان كنا كنقلبوا على لاعب واحد يسد الخانة، اليوم ولينا محتارين بين 3 و4 لاعبين في كل مركز. وهنا كتبان الخدمة الكبيرة اللي دارتها الأكاديميات والاحتراف الأوروبي وحتى العمل القاعدي في السنوات الأخيرة. محمد وهبي حاليا كيبني عقلية جديدة داخل المنتخب، عقلية ما فيها حتى لاعب مضمون إلا بالعطاء والاجتهاد. وحتى الأسماء الكبيرة خاصها تحافظ على المستوى ديالها، لأن الضغط ولا موجود من تحت. الجمهور المغربي بطبيعة الحال متقسم، كاين اللي متحمس بزاف لهاد الثورة الجديدة، وكاين اللي خايف من المغامرة وتغيير التوازن بسرعة كبيرة. لكن المؤكد أن المنتخب داخل على مرحلة مهمة جدا، مرحلة غادي تحدد شكل المغرب في المونديال القادم. الجميل في الأمر هو أن المنافسة ولات صحية. اللاعب اللي كيجي للمنتخب اليوم عارف أنه خاصو يقدم كل ما عنده، لأن أي تراجع بسيط يقدر يخلي لاعب آخر ياخد بلاصتو. وفي الأخير الرسالة اللي باينة من هذا المعسكر كاملة هي أن المنتخب المغربي ما بقاش منتخب الأسماء فقط، بل ولا منتخب الجاهزية، الانضباط والقدرة على التأقلم مع أفكار المدرب.
الأيام القادمة غادي تكشف بزاف ديال الأمور، والمباريات الودية والتجمعات المقبلة غادي تبين شكون فعلا قدر ينجح في هاد الدورة الاستدراكية وشكون غادي يبقى خارج الحسابات. أكيد المرحلة الجاية غتكون مثيرة بزاف، والجمهور المغربي غيبقى متابع كل صغيرة وكبيرة، لأن الحلم اليوم ما بقاش غير المشاركة، الحلم ولا أن المغرب يبقى ضمن كبار العالم لسنوات طويلة.